كم مرة جيت فيها على نفسك وعملت حاجات انت مش عايزها عشان مش عارف تقول لأ، وفي الآخر انت لوحدك اللي بتتعب، محدش بيشيل الهم غيرك. تعالوا نقولكوا النهاردة ازاي تقولوا لأ بطريقة شيك. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات حكايات من حلقتنا. النهاردة هنتكلم فيها عن ازاي نقول لأ بطريقة شيك ومهذبة من غير ما نجرح حد. في ناس بتفتكر ان كلمة لأ معناه اننا مش ناس مؤدبين او بنزعل اللي قدامنا، بس الحقيقة اننا لازم نتعلم نقول لأ في المواقف اللي مش عاجبانا او الحاجات اللي مش مناسبة لينا، بس نقولها بطريقة جميلة وشيك. طب انتوا عارفين امتى نقول لأ؟ لما حد يطلب مننا نعمل حاجة غلط، اننا مش مرتاحين او مش موافقين، وكمان لما نحتاج وقت لنفسنا وبنبقى مش حابين نشارك، لما نكون مش فاضيين محتاجين نرتاح، او مثلا حد يقولك تعالوا نغش في الامتحان، هنا لازم نقوله لأ ونقول للمعلمة وبقوة نقولها له. طب ازاي نقولها بطريقة شيك؟ ابتسامة بسيطة وصوت هادي، يعني لأ لطيف، وممكن بدل ما نقول كلمة لأ مش هقدر دلوقتي خليني افكر ولو قدرت اساعدك هقولك. نستخدم كلمات محترمة كمان زي من فضلك واسف وشكرا. وكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا مني وتوحشوني. مع السلامة.